وصفة النهاردة بقى فلاحي أصيلة. ناس تقول عليها قرص وناس تقول عليها بكاكين وناس تقول عليها كماج، يعني ايا كان اختلفت الاسامي. الفيديو اللي فات احنا كنا عملنا السمنة البلدي عشان تحضيرات رمضان، وقلت لكم اللبن الخض ده هنعمل بيه حاجة حلوة قوي، وده وقتها هنعمل احلى عيش او قرص للسحور، سهلة وبسيطة وطعمها يجنن حاجة كده، يعني تنفع سندوتشات ولطيفة جدا وبسيطة. شايفين منفوخة وطرية؟ انتوا متخيلين بقى عيش معجون باللبن الخض اللي طالع من الزبدة، او هي بتتعجن بلبن رايب او قشطة او كده، هي بتتعمل يعني في الارياف، بيبقى ريحة العيش ده وطعمه جميل جدا، بيبقى لطيف جدا في السحور. معايا هنا كيلو دقيق، هحط عليه معلقه كبيره من الخميره وربع كوبايه ميه ومعلقه صغيره سكر، سبتهم على جنب يخمروا، وهنزل عليهم هنزل بيهم على الدقيق. انا هعمل الوصفه النهارده من غير عجان بايدينا، سهل لانها سهله جدا وبسيطه عشان اي حد يقدر يعملها. حبيت لان هي وصفه قديمه وفلاحي كده يعني من التراث، فحبيت اعملها بايدي زي ما بتتعمل كانت زمان. ليها طريقتين. انا الاول حطيت الخميره على الدقيق، والدقيق ده كمان عليه رشه ملح. ده اللبن الخض اللي انا قلت لكم عليه، وهحط لكم فيديو الزبده تحت في صندوق الوصف، وكمان في الان سكرين في اخر الفيديو فوق كده على اليمين هتلاقوها. اتفرجوا عليه ضروري، هتستفادوا بيها جدا. تمام. قدامكم حلين. في ناس بتحط السمنه في الاول، يعني بعد مرحله الخميره بتحطها على الدقيق وتبسها كده زي الكحك، وفي ناس بعد ما بتخلص عجن بنحط السمنه. انا بفضل الطريقه التانية اكتر. انا هحط ده اللبن الخض اللي بقول لكم عليه اللي طلع من الزبده، بدفيه شويه وابدا اشتغل بيه عشان بس الخميره تشتغل. تمام. ودي معايا كوبايه من السمنه البلدي، تقدروا تعملوا زبده على زيت، سمنه على زيت، مثلا زيت وقشطه، هي بتتعجن بالقشطه. بعد ما عجنت العجينه كلها بحط السمنه في الاخر. انا بفضل الطريقه دي اكتر عشان بتبقى ريحه السمنه باينه وواضحه جدا. هفضل اعجن فيها لحد ما تلم، وهي بتبقى عجينه بتلزق شويه، بس اعجنوا فيها هتلاقوه بصوا طريه وزي الملبن. اول ما تحطوا السمنه هتلاقي العجينه شويه بتقطع او ساحت، هتحسوا انها باظت. لا، كملوا عجن هتلاقوها لفمت تمام. شايفين جميله؟ ويعني لازم الطبق ينضف كده. سبتها تخمر بقى كويس جدا وملت الطبق زي ما انتوا شايفين، وكده عجينتنا اللي زي القطن بقت جاهزه. ريحتها من وهي نيه من قبل ما تتسوى حاجه كده في منتهى الروعه. يبقى زي ما قلت لكم، لو حاسين ان انتوا خطوه السمنه، لو انتوا مش متمكنين او مش شاطرين قوي في العجين، لا حطوا السمنه الاول. وعلى فكره السمنه مش سخنه ولا مقدوحه ولا اي حاجه مع الدقيق. انا هنا كنت بوريكم ان العجينه قد ايه طريه وعامله زي الملبن، وفي نفس الوقت ما بتلزقش، ايدي نظيفه زي ما انتم شايفين. تقدروا لو ما عندكوش اللبن الخض ده تقدروا تعجنوا بلبن رايب او بزبادي، او ما فيش ده وده ممكن لبن ونحط عليه معلقه خل لحد ما يقطع كده يبقى زي اللبن الرايب. هجيب العجينه بتاعتي وقسمتها لجزئين، وهبدأ بقى أقسم عدد القرص بتاعتي أو الأرغفة، يعني قطع بالنظر كده أو بالوزن. مثلا أنا عملتها كانت حوالي يعني في حدود 65 ل 70 جرام كده. الكيلو بيطلع كمية كويسة جدا، ريحته في البيت بتبقى خير وطعمه حلو جدا، بيبقى حلو قوي في السحور، وفي العشاء بيبقى فعلا جميل. ادي شكل الكورة، يعني اللي ما عندوش ميزان بالنظر ده بيبقى شكلها. هكمل على كده بقى ونشوف هنعمل ايه بعد كده. لازم طبعا لما نحط الكور بتاعتنا لازم نغطيها كويس قوي ببلاستيك عشان ما تعملش قشرة او تنشف. تمام. كل اللي انا هعمله على فكرة العجينة دي عجينة قرص طرية على فكرة كمان، يعني هي فكرة الفرد بقى اللي هتختلف. دلوقتي انا فردتها اهو بايدي كده، خلاص هي دي كده قرص. لو انا ما كملتش فرد بالنشابه، يا دوب بس بططها بايدي، وممكن اخرمها بالشوكه كده عشان ما تنفخش قوي، هي خلاص كده بقت قرص، اقدر اسويها لانها قرص طريه، او في ناس بتقول عليه فطير. تمام. لكن انا هفردها بالراحه يعني ما نتكش قوي على العجين. شايفين لو تلاحظوا النشابه كده بخفه، بفردها كده زي الرغيف الصغير عشان تبدا ما نرفعهاش. تقريبا السمك بتاعها انا بوريه لكم حوالي بيبقى نص سنتي عشان تبدا تنفخ في الفرن. يعني بصوا الشغل فيها لذيذ وبسيط وسهل وممتع،
وهتخلصوها على طول، ما بتاخدش اي وقت. ادي شايفين سمكها كده حوالي نص سنتي، ما نرفعهاش قوي عشان ما تنشفش في الفرن وتنفخ كمان، ما تبقاش تخينه قوي. خلاص كده تمام قوي. هخلص الكميه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. فردت كل الكور او كل العجين، ولازم ابقى مغطياها 10 دقايق ربع ساعه لحد ما تخمر. يعني بفردها كده، بفرد الارغفه دي، ولازم برضو تخمر. شايفين بقى بيبقى شكلها عامل ازاي في الفرن. ده فرن البوتاجاز، لو مش بيشتغل فوق وتحت شغليه من تحت، اول ما يبدأ ينفخ ولع عليه الشوايه. والاولانيه كانت شايفين بقى شكلها بيبقى عامل ازاي، منفوخ وحاجه كده قمر. وانا كنت مشغله كمان فرن الكهرباء فوق وتحت عشان بيشتغل فوق وتحت، عشان ايه اخلص بسرعه. شايفين بقى شكلها بيبقى عامل ازاي اهي، تسويتها رائعة فوق وتحت. وبعدين الريحة بقى هتقلب البيت. تخيلوا بقى عيش معجون بسمنة بلدي، السمنة دي احنا اللي عاملينها، اللبن الخضر اللي طالع من الزبدة، حاجة كده طعمها رائع وخير في البيت. وتقدروا سهلة جدا للعشاء او للفطار، وجميلة جدا في السحور. شايفين طري 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 زي الملبن. جربوها هيعجبكم جدا جدا. زي ما قلت لكم نقدر خطوة السمنة نحطها في الاخر بعد ما نخلص عجن، بس هتعجنوا شوية كويسين كده. وطبعا لو عندكم عجان تمام استعملوه، او نقدر نبس دي الاول بالسمنة ونلم بقى باللبن او براش. شايفين مفرغ ازاي الرغيف من جوه. احلى سندوتشات ممكن تتعمل. لو وصلتوا للحظة دي من الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم جرس التنبيه، يوصل لكم كل فيديو في ميعاده ان شاء الله. نقدر نشيلها كمان في الفريزر لو عملنا كميه. طبعا الكيلو طلع اكتر من كده بكتير، ده غير بقى اللي اتاكل وغير اللي اتحط في الفريزر. انا حبيت اوريكم هو قد ايه طري وزي الملبن. جربوه هيعجبكم جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. هنعمل حاجات حلوه قوي رمضان الفتره الجايه ان شاء الله.